ragazzi, come state؟ عاملين ايه النهارده؟ رجعنا لكم تاني من برنامجنا فاتشلي وقناتنا امبارح كنت سارة. يلا بينا نشوف حلقتنا النهارده بتتكلم عن ايه. بس قبل ما نتعرف على حلقة النهارده، لو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، وكمان شير لكل اصحابكم عشان يستفادوا معانا. ما تنسوش كمان تتابعوني على الانستجرام وعلى الفيسبوك وكل الابلكيشنز اللي انتوا بتحبوا تستخدموها او بتفضلوها عن اليوتيوب، هتلاقوني معاكم عليها. يلا نشوف حلقة النهاردة اللي هي بتتكلم عن انتوا شايفين قدامكم دلوقتي ونيتا تشينكوي بتتكلم عن لا كازا دي مصطفى. طبعا احنا خلاص اخر حاجة كنا خلصناها اللي هي لي بارولي ديل لافورو. اوكي، بعد كده هناخد النهاردة ونيتا تشينكو اللي هي بتتكلم عن لا كازا. لا كازا دي مصطفى هيبدأ يتكلم عن بيته فبيقول Io vivo con la mia famiglia، يعني أنا أسكن con la mia famiglia مع عيلتي. In periferia يعني في حي. In un grande palazzo di 8 piani con 2 ascensori، يعني in un grande palazzo يعني في عمارة كبيرة di 8 piani من 8 أدوار con 2 ascensori ب2 أسانسير. Il mio appartamento è al quinto piano. Il mio appartamento يعني شقتي، è al يعني تكون في quinto piano الدور الخامس. لما احب اقول الدور بتاعي الشقه اللي انا ساكن فيها في الدور الكام، بقول il mio appartamento è al primo piano, al secondo piano, al terzo piano. بحط دايما حرف الجر al. تمام. بعد كده بيقول ايه abbastanza grande يعني كبيرة شوية abbastanza. ci sono 3 stanze يعني في 3 حجرات 3 أوض. تمام. una cucina مطبخ e un bagno وحمام. هيبدأ بقى يوصف لنا الشقة من جوه بالتفصيل، فبيقول entrando يعني دخولا، يعني بمعنى صح زي ما بنقول بالعامية كده، أول ما تدخل أدسترا على اليمين شيء أون جورنو. أول ما تدخل على اليمين هتلاقي أون جورنو اللي هي غرفة المعيشة اسمها سوجورنو. قبل ما أكمل يا ريت يكون انتوا معاك ورقة وقلم، توقف الفيديو وتكتب الكلمات بتاعة المنزل معاك في الكراسة علشان تبدأ تستخدمها، وبعد كده هطلب منك واجب فتعرف تعمله. خلي الواجب في آخر الوقت. بس قبل ما نكمل الفيديو، لو انت أول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو انتوا معايا ما تنسوش كمان تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، وشير لكل أصحابكم عشان يستفادوا معايا. هنكمل موضوعنا ونشوف وصلنا لفين. تمام، قلنا أول ما ندخل أدسترا، كلمة أدسترا على اليمين، شيء أون سوجورنو في غرفة المعيشة. أمبيو، كلمة أمبيو يعني واسع، فأنا لما بقول في سوجورنو أمبيو يعني واسعة. إيه لومينوزو ومنورة مضيئة. المقصود لومينوزو هنا إن الغرفة فيها شباك فيها بلكونة بيدخل لها شمس، فبيتقال عليها لومينوزو. لو مؤنث بقول لومينوزا. ملاحظين الفرق إنها في الإيطالي كلمة سوجورنو غرفة المعيشة عندنا في الإيطالي هي مؤنث، لكن عندنا في العربي قصدي هي مؤنث، لكن هي في الإيطالي مذكر. فبالتالي أنا لما ترجمت قلت واسعة، قلت منورة، فاستخدمت الصفة على مؤنث عشان هي مؤنثة. لكن في الإيطالي زي ما انتم شايفين في الكتابة قدامكم مكتوب سوجورنو أمبيو فمستخدمها ماسكيلي، ولومينوزو ومضيء فمستخدمها برضو ماسكيلي عشان كلمة سوجورنو. فاحنا ما بنعمل الجمل لازم نراعي كويس قوي اللغة اللي احنا بنستخدمها أو قاعدة اللغة دي. أنا بتكلم بالعربي فلازم أقول الكلمة في جملتها بالعربي صح، ولو بتكلم ايطالي بحط الجرامر بتاعها مظبوط بناء على الكلمه قدامي ايه، مش على معناها في اللغه بتاعتي ايه. تمام. اوكي، بعد كده بيقول ايه، ايه اسينسترا على الشمال اسمها اسينسترا. una cucina abitabile في مطبخ. abitabile دي كلمه بتتقال لما اقول مثلا ان المطبخ فيه الحاجات المستخدمة اللي تقدر تخليني اعرف اتعامل اعرف استخدمه، يعني الحاجات الاساسيات الضرورية زي بوتاجاز تلاجة الحلل الحاجات دي كلها. con un piccolo balcone
ببلكونة صغيرة، بيكولو صغير، وبالكوني اللي هي بلكونة اسمها بالكوني، ما اسمهاش بلكوني. فاحنا نخلي بالنا ان انا بنطقها بالايطالي بالكوني، بالكوني. c'è un corridoio. c'è يعني يوجد un corridoio اللي هي الطرقة او الممر con a destra una camera matrimoniale، وفي طرقة على يمينها، على يمين الطرقة دي في كاميرا ماتريمونيالي اللي هي أوضة النوم الرئيسية بتاعت الأم والأب، اسمها كاميرا ماتريمونيالي. اوكي. ايه اسينسترا، وعلى الشمال una cameretta per i bambini، في أوضة تانية صغيرة بيري بامبيني للأطفال. تمام. in fondo، في نهاية الكوريدور ده، في نهاية الممر، سكياما in fondo، في الداخل. طبعا بتتقال in fondo في العمق زي ما بنقول، بس هنا المقصود بيها في نهاية الممر. in fondo al corridoio c'è il bagno، في حمام senza la vasca، من غير البانيو. في حمام بس ما فيهوش لا فاسكا، ده بانيو اللي هو البانيو اللي احنا، البانيو مش البانيو اللي هي حمام. تمام. ما كون لا دوتشا، يعني الحمام ده شكله كده صغير لان هو فيه دش بس ما فيهوش بانيو. تمام. ogni stanza، كل أوضة، كل حجرة من دول ha una finestra، فيها شباك. quindi in tutto l'appartamento c'è la luce. إذا اسمها quindi in tutto l'appartamento، في كل الشقة. تمام. c'è molta luce، يعني في ضوء كتير، بما إن في كل أوضة في شباك فطبعا أكيد الشقة كده منورة. تمام. non c'è un ripostino، يعني ما فيهاش un ripostino معناها مخزن. pero ولكن c'è un garage، في جراج. c'è un piccolo انا كده فوتنا سطر dove possiamo mettere le biciclette، في جراج، حيث dove هنا أداة وصل تستخدم للمكان، حيث possiamo mettere ده فيرب بوتيري يعني نستطيع، mettere ان احنا نضع le biciclette العجل، e le cose che non usiamo tutti i giorni، والحاجات che non usiamo اللي مش بنستخدمها tutti i giorni كل يوم. usiamo ده فيرب usare بمعنى يستخدم. تمام كده. possiamo ده فيرب potere بمعنى يستطيع. اوكي. di fronte al palazzo، يعني أمام أو في مواجهة البالاتسو، قدام البالاتسو، قدام العمارة بتاعتي. c'è un piccolo centro commerciale، في مركز تجاري صغير اسمها centro commerciale. dietro يعني ورا البيت أو ورا العمارة، dietro la casa ورا المنزل، c'è un giardino في حديقة، dove i bambini possono giocare، في حديقة حيث الأطفال يستطيعون اللعب. potere برضو هنا مع اللورو اتصرفت بقت possono يقدروا، giocare الفعل giocare بمعنى يلعب. اعتقد انتوا هنا طلعتوا بكلمات كتير جدا تقدروا تكتبوها. وقفوا الفيديو، هتفيدكم في كذا موقف وفي كذا موضوع، وهتبدأ تجمع معانا حصيلة لغوية كويسة. ودلوقتي وصلنا لنهاية الحلقة، بس قبل ما نقفل حلقتنا ما تنسوش لو أول مرة تشوفوني تشتركوا في القناة وتقولوا لي رأيكم في كومنت علشان تدعموني وتشجعوني إن أنا أكمل. وكمان الكومبيتو الواجب بتاعك هتعمل ايه يا ترى؟ اكيد عرفت انا هطلب منك ايه. قولي اونو دي فوي، كل واحد منكم ديسكريفي لا سوا كازا، يعني يوصف بيته زي ما عمل مصطفى. كل واحد فيكم يبدأ يقول لي ساكن فين، في الدور الكام، شقته حجمها ايه، كبيرة ولا صغيرة، ويبدأ يوصفها لنا باستخدام الكلمات بتاعت النهاردة. وبعتولي في الكومنتات الواجب بتاعكم، وأكيد هشوفه وأعلق لكم عليه كمان. انتظروني في حلقة جديدة، أشوفكم على خير المرة الجاية. معاكم سارة البحيري. alla prossima، ciao ciao.